كانت هذه أرضاً خضراء مزدهرة بأكثر من 1500 شجرة تنوعت بين أشجار الخوخ والإيجاص والليمون في أحد المستثمرات ببلدية الأربعاء، ولكنها اجتثت كلها وما زال الدور قادماً على أشجار البرتقال بسبب مشروع شق طريق. هنا كاين مشروع تاع طريق باش يربطوا بين طريق السيار تاع القديم مع طريق السيار الجديد هذا لاروكاد. ما لا داروا تراساو الطريق لهنا. هذه المنفعه عامه، يا ترى انا نخدم انا منفعه خاصه. هذه البرتقال ناكلها وحدي، ياكلها هو وناكلها انا وياكلها المجتمع الجزائري كاع اللي راهم يديروا كيما رانا نديروا حنا. هو عنده وزاره تاعو، وزاره الاشغال طاتو مهمه يخدمها. انا عندي وزاره تاعي وزاره الفلاحه، نشدهم كاع. اليوم بنجو حتى بيبان تاع مزرعه تاعنا مغلوقين، نجيو نلقاهم داو لي بيكي، دوك نخرجوا لك لي بيكي راهم يقول لي نحيك 15 متر منه و15 متر منه. هذه الشجره حوالي راهي فيها 100 ولا 120 كيلو، 100 ولا 120 كيلو تعطيها لنا كل عام تعطيها لنا. هذا الخير هذا راني نشوف راح يبقى طريق الانقراض. الفلاحون تحدثوا عن أضرار كبيرة سيلحقها المشروع بمحاصيل البرتقال. وما احنا ما نستغلوش من بعد كي تعقب الطريق، ما نستغلوش ما نقدروا لا ندخلوا بانديكسوه ولا نقدروا نعقبوا له الماء، ما نقدروش. لازم لك تعشي تكريلو في تراكتور وتكريلو في الاخر وتجيبها على طريق مفتوحنا البلوتشار باش تقدر تدخل التراكتور بانديكسو. ويعني ونتمنى يعني نشوف يسمعونا. حلول بديلة اقترحها الفلاحون لتجنيب أشجارهم المثمرة خطر الاندثار. طيت له بديل باش يخدم وين يخدم الطريق. عندنا شجره من هي مازالت صغيره 5 سنين، هاو الخوخ منا ونحاها قلت له جبد لي هذه المساحه خلوها عندكم بديل. سموها في الطريق القديمه عندنا لي بلون. المساحة الزراعية بمنطقة المتيجة تقلصت وأتى الإسمنت على أغلبها رغم جهود الفلاحين للتمسك بأرضهم ورفع إنتاجيتها قصد تموين السوق الوطنية بالحمضيات، جهود تواجه واقعا معقدا.